أخي العزيز الأستاذ محمود أحمد رفيق، رئيس ديوانية آل رفيق الثقافية. اللقاء المبارك، الجمع الموجود هذه الليلة المباركة وفي هذه الديوانية المباركة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أو الليلة لعل إن شاء الله تعالى ليلتنا هذه حنسبح في أرجاء الوطن وحنسبح في أرجاء المدينة، ثم نحط رحالنا في جامعتكم جامعة طيبة. رحلة حتكون طويلة، أنا حنقول حنحلق بإذن الله تعالى جميعا. اربطوا الأحزمة، ولعل ما يذكر من أرقام لن تزعجكم، فهي أرقام كبيرة، والوطن اليوم أصبح يفاخر بأرقامه المتعددة والمنجزة. لن تسمع كلاما مثل ذي قبل، بل تسمع أرقاما، تسمع مؤشرات، تسمع إحصائيات، تسمع نسب. أما ذلك الحديث الذي يأتي مع بعضه البعض وينتهي، أنا أعتقد أنه الآن انتهى في قاموس هذه المملكة العربية السعودية وفي قاموس خادم الحرمين سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد. هذا الأمر انتهى تماما، وأصبح هناك حقيقة عدد من الأرقام التي يتفاخر ويفخر فيها السعودي اليوم عندما يراها. وانظروا وين وصلنا على مستوى العالم من يعني مستويات عالية. سرتني حقيقة أخوي أستاذ محمود هذه الدعوة الكريمة، وعددت لها، لأن هذه الديوانية تستاهل أمانة بكل ما تعنيها الكلمة. وسوف نجعل هذه كما ذكرت لكم ليلة مختلفة بأرقاما، وحترون وتفخرون بوطنكم أولا، لأن هذا الوطن هو الذي يجب أن نفخر فيه. وهذه القيادة السامية التي جعلت الفرد السعودي اليوم في مقامة سامية كبيرة. وهذا الأمر اليوم يراه كل ذو لب، ويراه كل حصيف، ولله الحمد. اليوم دولتنا تتبوأ يعني مكانة عالية، اقتصادية عالية، قرار سياسي عالي. كل هذا يعني ينم بأن قيادتنا قيادة راشدة ولله الحمد. وهذا الشعب الجميل الوفي الذي يقوم بنهضة كبيرة، هذه النهضة وهذه الرؤية المباركة لا يحملها إلا أبناؤها أبدا، لا يمكن أن تحمل إلا بأبنائها. ولله الحمد اليوم المملكة العربية السعودية لديها الشعب المتعلم المثقف، تقريبا نسبة كبيرة منها كلهم مثقفون ولله الحمد، ويتبعون معرفة وعلم. والله عندما تجلس في كثير من اللجان المختلفة على مستويات العدة، وترى الشباب الذين يتجاوز عمرهم ما بين 28 و32 و35 وهم يقودون يعني رؤية صادقة ورؤية مباركة لتحقق أهدافها وتحقق منجزاتها وتحقق أرقاما عالية صعبة يصعب على كثير من الدول اليوم تحقيقها. ولسوف أورد لكم في البداية كما ذكرت لكم يعني عدد من هذه الأرقام التي نفخر بها سويا إن شاء الله تعالى بإذن الله. سوف أسأل سؤالا: ما هو الذي ينتظره أبناءنا بوظائفهم المستقبلية، بقطاعاتنا الواعدة، بهذه الأمور دي كلها لكي يحصل على وظيفة معينة؟ جزء من هذا الأمر وهو الذي حرك هذا الحراك كاملا حقيقة، وهي برامج تحقيق الرؤية أو الرؤية المباركة 2030. قد يعني جميعنا نمر على هذه الرؤية مرور الكرام ولا تذكر ونقول الرؤية رؤية مباركة وفيها إنها يعني الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتذكر ونتحدث عن الرؤية، ولكن ترى نأتيها فقط من الغلاف الخارجي، بل ليس الغلاف الخارجي بل هو أكثر من ذلك. لم نصل حتى إلى غلافها الملاصق لها، وهي
ثرية وغنية أرقاما ووظائفا وأموالا ونموا وحقيقة تنمية لهذا البلد المبارك. كما يعرف الجميع بأن للرؤية 13 برنامجا حتى الآن، وهي فيها جميع الوظائف الدولة، وهي فيها جميع الوظائف المستقبلية، وهي فيها جميع القطاعات الواعدة. وبالتالي على الجامعات من الجانب الآخر أن تقرأ هذه الرؤية المباركة وتعمل برامجا عليها لكي تكون متوائمة مع مستهدفات هذه الدولة ومستهدفات هذه البرامج. ما لكلية الهندسة لها برامج خاصة، ما لكلية إدارة الأعمال لها برامج خاصة، ما لكلية الآداب أبدا. لدينا حقيقة وزارة الأعلام ووزارة الثقافة مليئة بالهيئات المختلفة، كلها تحتاج موظفين وتحتاج خريجين ذو علم وذو خبرة وذو مهارة، وهذا سوف نأتيها يعني فيما بعد. تحملون اليوم، ترى قد يكون يعني المشوار طويل ابدا ابدا ابدا. الله يجزاكم خير. ويعني وانا حقيقه ذكرت لابو وائل ترى الليله حنسبح ونحلق، وبالتالي يمكن الرجوع للارض يعني قد يكون يعني ياخذ منا وقت طويلا. فعلى كل طبعا البرامج الرؤيه المختلفه كما يعرف الجميع هي 13 برنامجا، وهو التحول البرامجي وصندوق الاستثمارات العامة. كما ترون صندوق الاستثمارات العامة اليوم له ما عليه وحنرجع له مرة أخرى. التوازن المالي الذي عملت الدولة الآن حتى ميزانياتها على التوازن المالي. تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهذا ما يعرف بندلب وهو حق الصناعات، وآخرها برنامج السعودية تصنع، وهذا يعني بحر متلاطم من الوظائف القادمة بإذن الله تعالى. أيضا خدمة ضيوف الرحمن، وهذه المدينة المباركة جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج، لأنه الحاج دائما في مكة وأيضا في المدينة المنورة، وبالتالي هناك وظائف موجودة يعني ونحن على اطلاع، وسوف نذكر لكم هذا قريبا إن شاء الله تعالى بإذن الله. أيضا ريادة الشركات الوطنية، الشراكات الاستراتيجية، هذه أحد برامج الرؤية. وما زيارة سمو ولي العهد إلى أمريكا في ذلك الوقت وعمل شراكات مختلفة اليوم تراها في الواقع، ما هي إلا أحد هذه البرامج الموجودة. أيضا الإسكان والسكان التنموي اليوم ترونه في كل مكان وفي كل موقع. يمكن كنا زمان على وزارة الإسكان والمحاولات من هنا وهناك، لكن اليوم في هناك برنامج آلاف من يعني البرامج المختلفة المنتجة لأنواع الإسكان. أيضا التخصيص وهو الآن بدأ في كثير من الآن، والآن لعلكم رأيتم أيضا وزارة الزراعة وزارة الصحة اليوم بادئ فيها التخصيص والعملية بهذا الشكل، وسوف يتبعها كثير. تعزيز الشخصية الوطنية، مع أنه مع هذه التغيرات ومع هذه البرامج إلا أن هناك برنامجا خاصا لتعزيز الشخصية الوطنية لابد أن تظهر حتى لا تميع وسط هذه المتغيرات كلها، وعملت لها مبادرات على برامج. أيضا تطوير القطاع المالي. اليوم القطاع المالي في المملكة العربية السعودية هل هو مثل أمس؟ هل القطاع المالي مثل أمس؟ أبدا، تغير تماما، والحمد لله رب العالمين. وأيضا تنمية القدرات البشرية، برنامج تنمية القدرات البشرية، وهذا برنامج كبير جدا جدا يصل لكل مؤسسة ولكل يعني قطاع من القطاعات له فيها. وبالتالي هذا البرنامج الكبير الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد قبل يمكن 7 أشهر أو 8 أشهر، يعني هذا مليء بالوظائف المتعددة المختلفة، فيه عدد من المبادرات والبرامج المختلفة لا تحصى ولا تعد، وسوف نرجع له إن شاء الله تعالى بإذن الله. أيضا يمكن من الأمور التي رأيتوها الآن، أنا حأخلي جامعة طيبة ترى في الأخير، لأن لا يمكن نقدمها على الوطن بأي حال من الأحوال، فهي جزء من الجهاز الحكومي الذي يترجم بعض الأمور المعينة فيما يخصه. لكن قبل ما آتي لهذه الجامعة وأقول لك هي لابد أن أعطيك الصورة الكاملة بحيث تكون هذه العملية واضحة. الآن تطور الحكومة الإلكترونية، لعلكم ترون اليوم
يعني ما يتم في هذه المملكة العربية السعودية. ترتيب المملكة العربية السعودية في الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تصدرها الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية، هذا في 2020. المملكة العربية السعودية تتقدم 9 مراتب، 9 مراتب، وارتفاعها كان 12.5%. فهذا ارتفاع كبير. وأصبحت المملكة العربية السعودية في 2020 كانت 43 عالميا من 193 دولة. فهذا يوريك أنه أيضا الآن تغير هذا أيضا كذلك. المؤشر أيضا لسرعة نطاق الإنترنت المتنقل في 2021 تقدم 7 مراتب أيضا كذلك، وأصبحت المملكة العربية السعودية هي الخامسة عالميا من 140 دولة. هذه أرقام يجب أن نقف عندها حقيقة. أيضا كذلك مؤشر الجاهزية الشبكية، الجاهزية الشبكية في داخل الدولة، وهذه في 2020 تقدمت 4 مراتب، وأصبحت المملكة 41 عالميا من 134 دولة. مؤشر التنافسية اليوم هو حقيقة هو المؤشر الذي تحكم عليه الدول للمملكة العربية السعودية في معاملاتها المختلفة تنافسيا داخليا وخارجيا. المملكة العربية السعودية هي الثانية بين الدول التوب 20 أو دول 20. تصوروا هذا الرقم، نصله بفترة بسيطة نكون الدولة الثانية بعد من دول 20. هذا رقم ترى يا أخوان نسمعه ويمر، لكن تراها وراها يعني عمل كبير دؤوب. من قام به؟ قام به شبابنا، هم الذي قاموا، بناتنا هم الذي أنجزوا هذه الإنجازات. استراتيجية طبعا أيضا من الجوانب الأخرى، لكي تفهم الوظائف الموجودة لابد أن ترجع للاستراتيجيات المعتمدة من مجلس الوزراء فيما يخص هذه القطاعات المختلفة. كل هذه القطاعات المختلفة، كل هذه البرامج المختلفة يجب أن تقرأ الخطط الاستراتيجية الخاصة فيها اللي عملتها وأقرتها من مجلس الوزراء، تحمل لك عدد الوظائف المستقبلية كلها. وهذه حنعرج عليها مرة ثانية أخرى، بس ولكن أذكرها هنا فقط لشوف كيف أنا في الأخير أبغاك تشوف كيف هذه الأمور كلها متصلة مع بعضها البعض كنسيج واحد ليصل إلى في الأخير للطالب الموجود في قاعة الدراسة. عدد الوظائف المستهدفة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25,000 وظيفة. مجموع قطاع التقنية المعلومات تقريبا 50%. رفع حقيقة مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي، يعني في الناتج المحلي زادت يعني مبالغ كبيرة بقيمة 50 مليار على مدى 5 سنوات. يعني تصور اللي كان هذا الأول تصرف عليه، اليوم بدأ الآن يدخل لك مبالغ في الناتج المحلي. دعم جهود التوطين، ويمكن هذه رأيتم كم مرة، يعني وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوطن عدد من الوظائف، ومنها توطين التقنية. توطين التقنية مهم جدا، لأنك تأتي بالشركات الكبيرة وتوطن وتوظف عليها أبنائك. بكرة النهار هؤلاء حيكون خبراء، وبالتالي سوف هنا ينمو عندك هذا القطاع ويكون عندك خبراء من أبنائك. لعلنا يعرف وقت الكوفيد كيف صار هناك انكشاف في التمريض. في التمريض صار لدى الدولة انكشاف فيما يخص التمريض، لأن جميع الدول سحبت مواطنيها الذين يعملون في كل البلدان ومنها المملكة العربية السعودية. فكان هناك اليوم الدولة يعني أطلقت يمكن مبادرة سمو ولي العهد أطلقت فيما يخص التمريض مبادرة خاصة، وعملت للجامعات وغيرها بأنها تكثف الأعداد في عملية التمريض. فهناك معالجات فورية اليوم. ترى تفتكرون زمان كان يعني يمكن اليوم، والله وأنا أقولها حقيقة، اليوم يعني نحن في الجامعات لسنا بسرعة الدولة، ما احنا قادرين نلحق أمانة، يعني بكل ما تعنيها الكلمة. يعني في بعض الأمور تأتيك بسرعة، ولكن فيه إنجاز عجيب وهو متقن ضمن منظومة عمل متكاملة.
الصحيح. على كل يعني دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة تبلغ 50% بحلول عام 2030. 2030 حيكون 50% الموجودين في التقنية كلهم سعوديون، بالتالي هذه عبارة عن وظائف. طيب ما هنا بقول أيضا أين الجامعات من هذا؟ وبالتالي لابد أن تعمل الجامعات على هذا. أيضا مساهمة المرأة في يخص هذا الأمر. طبعا كما يعرف الجميع أن الرؤية المباركة بنيت على محاور رئيسية تتفرع إلى 96 هدف، لديها 96 هدف. هذه بما يحقق وفي مسارات معينة اللي هي كما يعرف الجميع مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. هذه الثلاث المحاور الرئيسية بها 96 هدف موجود. وكما ذكرنا هذه يعني كلها تعمل على دفع الشباب على قنوات تعليمية، على قنوات وظيفية واحدة تتواءم مع بعضها البعض. عشان هذه أصيغها بعد كمان أيضا لها خلطة ولها أيضا كذلك معادلة حنرجع لها إن شاء الله تعالى بإذن الله. خليني بس فقط يعني أعرج على التنافسية، عفوا التنافسية قليلا. طبعا لو ذكرنا ما هي التنافسية، وهذه طبعا التنافسية سنويا المركز الوطني للتنافسية يصدر تقرير متكامل عن التنافسية، وأنا أرجو أنكم ترجعوا له، يعني ارجعوا للتنافسية لأنه حيجيب لك جميع ما في الدولة من هذا الأمر. طبعا هو تعزيز القدرة التنافسية لمواءمة استراتيجيات الجهات الحكومية حول الرؤية محددة، يعني يجمع لك هذه كلها بحيث أنك تقول أنت كل الجهات الموجودة تصب في اتجاه واحد، ليس واحد مشرد والثاني مغرب والثاني راح شمال والثاني لا، الجهود واضحة، الأهداف واضحة، القنوات واضحة. إذن أنت لازم تكون معي في نفس الطريق، في نفس الاتجاه، في نفس التوجه. وهذا طبعا أيضا يعني عمل على خلق يعني تطوير بيئية تشريعية حتى تشريعا يعني وإجرائية تمت وصارت. انظروا للرؤية للتنافسية ماذا قالت؟ حقيقة يعني ملهمة. الرؤية أن تكون المملكة العربية السعودية في مصاف الدول العشر، نقطة على السطر. المملكة العربية السعودية في التنافسية أن تكون المملكة العربية السعودية في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول عام 2030. عشان كذا تخلق الآن البيئة التصنيعية، البيئة التقنية، كل البيئات الموجودة، المدن غيرها كلها لكي تكون بيئة منافسة غدا تستطيع أن تجذب هذه الشركات وغيرها. وبالتالي كما ذكرنا أن تكون مصاف الدول الأكثر تنافسية عالميا بحلول عام 2030 من خلال التركيز على إيش؟ على الاستثمار، ريادة الأعمال، الابتكار والإنتاجية. إذن حننتج، حنبتكر، أيضا كذلك حنعمل ريادة أعمال، شركات متوسطة يعني المتوسطة وإيش اللي تحتها بتناهية الصغر أيضا نعم، وأيضا حيكون الاستثمار بصفة العام. لذلك الدولة عملت وزارة، الآن لدينا وزارة اسمها وزارة الاستثمار. هل كانت موجودة؟ ما كانت موجودة، لكن اليوم اختلف الأمر. هذه حقيقة هذه رؤية البلد اليوم التي يحملها ويحمل معها حلم كل مواطن إن شاء الله تعالى بإذن الله. أنشأت الدولة عدد من هيئات التطوير مختلفة، كل مرة تنشئ هيئة تطوير سواء ملكية أو غير ملكية لعملية التحسين والتطوير وخلق فرص كبيرة متعددة مختلفة. كل هذه حقيقة ولعل المدينة المنورة، البحر الأحمر، هي تطوير في المدينة المنورة، هي تطوير في البحر الأحمر، الطائف، الأحساء، عسير، غير ذلك عد من الهيئات الموجودة اليوم اللي أصبحت واقعا لكي تنهض بهذه البلاد بإذن الله تعالى وتقلل المدة وتعدل المسار، وهي شاربة حقيقة جميع المستهدفات وجميع التشريعات وأيضا جميع الإجراءات والتوجهات الموجودة. وبالتالي لديها مؤشرات يجب أن تتحصل عليها، لديها مستهدفات يجب أن تحققها.
كل هذه حقيقة من الأمور. وأيضا كما ذكرنا الهيئات الملكية، ينبع وجبيل ومكة المكرمة والرياض. اليوم الرياض اليوم كما ذكر سمو ولي العهد يجب أن تكون من المدن العشر عالميا في 2030. نقطة على آخر السطر، هذا مستهدف، هذا هو المؤشر حقي. وذكر قال إنه ترى الرياض والمنطقة الرياض لديها البنية التحتية جاهزة تعطينا سرعة في عملية العطاء وعملية كذا. هذه كلها برامج وهذه كلها وظائف في الأخير، لكن ما هو نوع الوظائف الموجودة فيها حنرجع له بعد شوي. كل هذه حقيقة المملكة العربية السعودية حقيقة يعني يتوقع أن تكون الأكثر نمواً اقتصاداً إن شاء الله تعالى. ويمكن في عام 2022 وصل النمو تقريباً 7.2%، علم أن الدول كلها تحت، كلها بالنازل. المملكة العربية السعودية ولله الحمد وصل مؤشر التنمية 7.4%. المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات مجموعة 20 لهذا العام، وهذا تصريح من وزير المالية. فهذا أيضا يعني يجعلك قديش هو أنت تسمع هذه الأرقام بأيضا من الجانب الآخر تفخر بهذا الوطن وتفخر بأبنائه لما يعني يعطونك هذه الأرقام ويصلونها بسرعة. إلا أن هناك خطة واضحة، واضحة المعالم، واضحة السياسات، واضحة الإجراءات، واضحة المستهدفات، كل الناس مدربة لكي تصل وتحقق هذه المستهدفات. ميناء الملك عبد الله في 27 مايو في 2022 هو الأول عالميا في الكفاءات التشغيلية. نقطة على آخر السطر. الأول عالميا كما ذكرنا ميناء الملك عبد الله، وال14 عالميا ميناء الملك عبد العزيز، والثامن عالميا ميناء جدة الإسلامي. بمعنى آخر في تحرك واضح النمو، واضح بأن يعني سواحلنا سوف تعمل بشكل آخر ثاني مختلف، لأنها حتكون هب وموقع لمعظم الترانزيت الموجود بينه وبين الدول، وهذا ما سوف يحصل إن شاء الله تعالى مستقبلا وقريبا. طبعا هذه التقارير تنشأ من حقيقة تحليل الكفاءة التشغيلية، تصدر عن البنك الدولي ومؤسسة يسمونها يعني أحد المؤسسات الموجودة التي تقوم بهذا العمل. في 24 مايو 22 دوبنا، ترى 24 مايو دوبة يعني قبل كم شهر، المملكة تتقدم 10 مراتب عالميا في مؤشر تنمية السياحة. شوف السياحة اللي كنا أول ولا يعني حجاج يأتون ومعتمرين يجون والسلام والحمد لله رب العالمين ويا رب لك الحمد. الآن لا، اختلف الوضع الصحيح. اليوم المملكة تتقدم 10 مراتب في مؤشر تنمية السياحة، مؤشر أحد المؤشرات اللي تبغى توصلها الدولة. فمؤشرهم اليوم تقدم 10 مراتب عالميا في تنمية السياحة والسفر. في مؤشر التعامل مع الارتفاع بالطلب هي الأولى، لأن ومن جميل الأمر أن هناك معدل مرتفع للطلب للسياحة للمملكة العربية السعودية، وتعاملت مع المملكة السعودية تعامل يعني من أفضل ما يكون، فأصبحت هي الأول عالميا. 9 عالميا في مؤشر أولوية السياحة والسفر. يعني لما تأخذ المؤشر بصفة العموم أن هي 9 بين دول العالم التي يتوجه لها الناس في السفر، فأنت من 10، وهذا يعطيك أيضا قوة في مؤشر السفر والسياحة. أيضا هي 10 عالميا في مؤشر بيئة العمل. وبيئة العمل الآن هناك هيئات تشتغل كثيرة ولسه ما خلصنا، ترى احنا في نص المشوار. احنا طبعا هذه بعضها كنا حنحققها في أو تحققها الدولة تحققها في بعد سنوات، لكن حققت الآن وهي لسه في بداية يعني 22. نحن 22 وهذه الرؤية المباركة على 2030، معنى آخر احنا حققها 30. أنا أعتقد أنه لما نوصل 30 بإذن الله تعالى قد حققنا أضعاف ما هو كان موجود. أيضا جانب آخر، أنا حقيقة يعني وأنا أقرأ وجدت أنه لزاما علي
يعني أن أشعركم بهذه الدولة الكريمة وهذا الوطن الكريم والفرص الموجودة فيه وظيفيا واقتصاديا كلها نضعها يعني أمامكم، وهي يعني الآن بعضها تحقق ولله الحمد وبعضها سوف يتحقق مستقبلا. المملكة العربية السعودية الأولى عالميا في صادرات التمور في 2021. هذه حقيقة. وقيمة الصادرات تقريبا وصلت مليار و215 مليون. هذا رقم لازم نقف عنده، رقم. شوف قديش القوة التشغيلية الموجودة تشغل لك هذا الأمر عشان تصل إلى هذا المنتج من جميع الفئات الموجودة. أيضا والمملكة في ذلك العام اللي هو 2021 صدرت إلى 133 دولة، أو إلى 133 دولة. ويوجد في المملكة 33 مليون نخلة هذا اليوم، ومعدل الصادرات سنويا هو 12.5. هذه أرقام جميلة جدا نقف عندها احتراما وتقديرا، بل نرى أننا والله لسنا يعني منزعجين على وظائف أبنائنا المستقبلية، بل هي تنطق، هي موجودة. وهذا ما يجعل إن شاء الله تعالى أبنائنا يكونون في مختلف الوظائف الموجودة بإذن الله. وعلى فكرة ترى يعني بس بقول هنا يعني لعلكم رأيتم المنصة الدولية والمنصة السعودية للتمور، وهذه عملت في جامعتكم جامعة طيبة، وهي التي الآن موجودة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بعقد مع الجامعة، انتجته الجامعة لله الحمد، وهي الآن موجودة. يمكن ما أدري أحد دخل على المنصة؟ ما حد دخل على المنصة؟ تراها حتى فيها إعانات، فيها إعانات للمزارعين وفيها إعانات كذا، فادخلوها تراها ثرية يعني إن شاء الله. الفعاليات اللي صارت حضرناها أي، لكن هي في المنصة بيع وشراء، يعني كانت على من المزارع إلى التاجر، إلى النقل الموجود إلى الخارجية، كلها الآن أصبحت. وبالتالي بعد فترة أي نعم بما فيها هو حتكون في الآخر، هي حتكون الهب في المدينة المنورة بإذن الله تعالى. ما شاء الله. في 16 يونيو في معهد يسمونه IMD، وهو حقيقة المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهذا يعد مرجع للمنظمات والمؤسسات الدولية. المملكة تسجل ثاني أفضل أداء وتقدم في أيضا كذلك في الصادرات، وكما ذكرنا تقدم 8 مراتب في تقييم الكتاب السنوي للتنافسية في عام 22. وبالتالي أيضا المملكة تحرز أرقام عجيبة قريبة يعني حقيقة للناس. المملكة تحتل 24 عالميا، وكما ذكرنا يعني أيضا تحتل على 7 على دول 20. وطبعا هذا الأمر يعني في معهد الMID يعني على 4 عناصر يضعون أداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال والكفاءة الحكومية والبنية التحتية. المملكة العربية السعودية كانت 17 في الأداء الاقتصادي، 10 في مرتبة يعني كفاءة الأعمال، والخامسة في الكفاءة الحكومية، والثانية في البنية التحتية. هذه كلها أرقام حقيقة تجعل الواحد يعني يفخر بهذا الوطن الكبير. يعني والله في كلام كثير ودي أقول لكم يعني خاصة بالتنافسية يعني وإن شاء الله تعالى يعني المهم أنه في تقدم سنويا يعني في المراتب واحدة تلو الأخرى لكي تصل المملكة العربية السعودية لمنصات يعني قوية إن شاء الله تعالى بإذن الله. دعوني بس فقط يعني ما دام احنا نتكلم عن بعض برامج الرؤية، احنا نقول لكم بس أرقام وقولوا ما شاء الله على الوظائف الموجودة فيها. لو قلنا أحد البرامج الموجودة وهو عبارة عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اللي سمناه ندرب، اللي هو حق الصناعات. تعرفون كم وظيفة في قلب الخطة الاستراتيجية الموجودة فيه 1,600,000 وظيفة، وهذه على 2030. بمعنى آخر
يعني حتكون هناك وظائف معينة. لكن أيضا أقول إنه والله ما دام فيه 1,600,000 وظيفة في هذا البرنامج، وهذا البرنامج له علاقة بالصناعة وبكليات الهندسة وبكليات الحاسب أين أيضا التعليم والكليات اللي حتى تتحدث عنها، حرجع لها بعدين إن شاء الله تعالى بإذن الله عندما أتحدث عنها. أيضا كذلك برنامج الإسكان فيه 469,000 وظيفة. هذا أيضا من واقع الخطط الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء. هذه أرقام ليست سرية ترى، هذه موجودة. أيضا البرنامج خدمة ضيوف الرحمن، هذا فيه تقريبا 360,000 وظيفة، بمعنى آخر المدينة حيكون لها أيضا نصيب كبير. برنامج التحول الوطني فيه 450 وظيفة. برنامج صندوق الاستثمارات العامة هذا فيه 285 وظيفة، 285,000 وظيفة. برنامج جودة الحياة اللي الآن بدأ، طبعا هذه جودة الحياة يأتي بعد كل هذا العمل، يأتي جودة الحياة بحيث أنه أيضا يجعل مع هذه التغيرات، مع هذه البرامج المختلفة، أن تكون أيضا حياتك سعيدة. وبالتالي لابد أحط لك بعض الأمور المعينة التي يعني تجعل حياتك سعيدة بكامل الأمر. في 346,000 وظيفة. هذه وظائف مستقبل، هذه بقطاعات واعدة. طبعا هذه القطاعات الواعدة وهذه الوظائف المستقبل أيضا يحتاج لها برامج مختلفة، يحتاج لها برامج مختلفة في الجامعات بحيث تتواءم مع هذه المستهدفات وعلى هذه الوظائف الموجودة. وهذا حنرجع له إن شاء الله تعالى بإذن الله. أنا ما أبغى يعني أكثر عليكم من هذا الأمر، لكن أعتقد أن حلقنا في الوطن ببرامجه 13 وخصصنا بعض منها في الحديث عنها، ولا كل واحدة ترى يبغى لها يعني محاضرات. الصحيح لكل برنامج من هذه البرامج يعني مبادراتها المختلفة، وكل مبادرة ماذا تعني وماذا تخدم، كل هذه حقيقة يحتاج لها يعني دراسات كثيرة. نرجع لجامعة طيبة الآن بعد هذه البرامج وبعد هذه الوظائف الموجودة وموجودة في الاستراتيجيات. الجامعة يجب أن تتحرك، يجب أن تكون أيضا ما دام قرأت هذه الاستراتيجيات الموجودة ومتطلباتها ومستهدفاتها، وأيضا طبيعة الوظائف الموجودة فيها، مسميات الوظيفة الموجودة فيها، التصنيف الوطني ماذا قال، في تصنيف المؤهلات ماذا قال، أيضا التوطين للوظائف ماذا ذكرت، المرصد الوطني للعمل ايش اللي يقول. ترى المرصد الوطني للعمل يعني وارجو انكم دائما ترجعوا له، لانه ترى يوميا زي المؤشر اليومي يعطيك الوظائف الموجوده وايش الحصل وايش اللي صار، يعني زي نشره الاخبار الجويه. ترى يوميا يعني تجد انه فيه اختلافات، وبالتالي ارجعوا للمرصد الوطني للعمل، المركز الوطني للعمل، حتجدون فيه بغيتكم حقيقه. واحنا في الجامعه هذا يوميا ننظر فيه وإيش اللي حاصل فيه، إيش البرامج القادمة وإيش الأعمال الواعدة. طبعا جامعة طيبة هي أمام هذا التغيرات والتغير الكبير والبرامج الواعدة والقطاعات الواعدة، عملت برنامج حقيقة. خليني إذا نحرك هذا بس شوية، حقول للإخوان عن الجامعة شيء. يعني الجامعة في أرقام يعني تتحدث عنها، ونرجع لهذا الكلام لأنه لسه ترى يعني ليلتنا إن شاء الله ساخنة بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية. طبعا في واحدة قبلها خلاص روح فيها الصورة. أوكي هذه إحصائيات الجامعة. طبعا الجامعة حصل لها بعض يعني في الآونة الأخيرة الوزارة في بعض الكليات قفلت، وبعض البرامج فتحت، وبرامج جديدة استحدثت. يمكن كان البرامج الكليات الأدبية والإنسانية كانت عدد الجامعة 3،
الآن بقي واحدة وهي في الأصل في الجامعة إن شاء الله تعالى، وباقية بجميع تخصصاتها، وستدعم بإذن الله تعالى لكي تلبس ثوبا جديدا لمتطلبات الرؤية ومتطلبات حقيقة وزارة الثقافة ووزارة الإعلام. كانت كثيرة، بعد القرارات الأخيرة أصبحت 4، فيها الآن أنها ممكن إضافة إن شاء الله تعالى بعضها. المباني تقريبا 186 مبنى لدى الجامعة، معانا أبحاث 76 بحث في حقيقة بعض المراكز والمختبرات يعني كبيرة وجيدة، وإن شاء الله تعالى هنعمل مركز بإذن الله تعالى، مركز مختبر مركزي بإذن الله تعالى في الجامعة يقوم بخدمة الطلاب الدراسات العليا والأساتذة كاملا، والمكان موجود الآن وحسنعمل عليه إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. طبعا ودي شو اللي بعدها، بس خلينا نشوف شو اللي بعدها. هذه أنطقكم يعرفون الإخوان، يعني كليات مختلفة. أنا بس بقول شيء يعني فيما يخص كلية الطب، ويمكن كثير من الإخوان والزملاء والأعيان حتى بعضهم وصلني إلى داخل المكتب، الأعداد كانت شوي يعني قاصرة وقليلة. الحمد لله رب العالمين رفعنا يمكن من 80 إلى 180 في العام الماضي، والآن في هذا العام دخل الجامعة عدد 180 طالب و180 طالبة، بعد ما حقيقة دخلنا مع الكلية دخلة قوية شوي، وساعدنا الله يجزاه خير العميد أيضا كذلك، و يعني وعدناه بدعم كبير من أعضاء التدريس، بحيث أنه أيضا كذلك كل تلبية أيضا لمستهدفات الدولة اللي بتقول ترى التكامل الصحي والمستشفيات تحتاج يعني عدد كبير من الأخصائيين وغيرهم. وهذه أعضاء التدريس يصلون إلى 3000 تقريبا، ما بين أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ ومعيد ومحاضر. الجامعة لديها تقريبا يمكن 700 إلى 800 مبتعث خارجيا الحمد لله رب العالمين، في أوروبا، في كندا، في أمريكا، في أستراليا، ولله الحمد لم يقف الابتعاث. الكادر الإداري هو أيضا كذلك نفس النظام في نفس العدد. اللي بعدها لو سمحت. هذه الإحصائيات طلاب الانتظام وطلاب، طبعا الآن أصبح كلهم طلاب انتظام، لكن يوجد حقيقة عدد من طبعا الميل والفيميل. لو تلاحظون الفيميل 60% تقريبا من يعني عدد أعضاء أو الطلبة 60% طالبات و40% طلاب، وتقريبا يمكن بالنسبة للسعوديين 98 و2% غير سعوديين. وإن شاء الله حنزيد العدد أيضا لغير السعوديين، لأنه الآن أصبح مطلب أحد المطالب الخاصة في عملية الاعتماد المؤسسي، الاعتماد البرامجي، لابد أن يكون عندك طلاب غير سعوديين في هذه البرامج. اللي بعدها هذا ترتيبات الجامعة. طبعا التصنيفات، يعني تصنيف الجامعة ولله الحمد، الجامعة مؤخرا دخلت QS ودخلت تايمز مؤخرا ولله الحمد، ولله الحمد يعني التصنيفات اليوم لله الحمد يعني الجامعة وصلت مرحلة جيدة فيها. إن شاء الله تعالى في القادم يعني حيكون أيضا فيه نمو في عملية ورفع من هذا المستوى. طبعا تصنيف QS وهذا تنشر أحد المؤسسات البريطانية، وهي تعمل منهجية متوازنة حقيقة حول التخصصات المختلفة، ولدى حقيقة QS نزاهة وموضوعية في الطرح والتقييم أيضا كذلك، فأخذنا هذا التقييم أحدها. التايمز دوبنا دخلنا ولله الحمد، حصلنا على أرقام جيدة ولله الحمد، وهذه أيضا يعني من المعايير والتصنيفات الموجودة أن الجامعات يجب أن ترتقي بتصنيفها. وترى يعني يمكن جامعتكم جامعة طيبة لم تأتي لا بخبير ولا بغير خبير، بينما هم فقط أبنائها الموجودين فيها. هذا ما يعني حقيقة ما حصلنا عليه. لم ندفع مليما، لم ندفع مبلغا، هذا جهد أعضاء التدريس وجهد بناتنا وأبنائنا الموجودين. طبعا ما يعني يمكن شفتوا مثل المرة الماضية
الاستشهادات في قائمة ستانفورد 2%. 2% في العالم، 20 عضو أو 20 باحث من جامعة طيبة. هذا 2 في العالم ولله الحمد. وهذه ما أدري موجودة هنا ولا لا. إذا كانت موجودة حقيقة الأخوان عملوا لها انفوجرافيك جميل، بس هذه كبرها شوي ترى، ما أنا يلا أني أشوف ترى. لا، عملوها الأخوان في تيزار، يعني عملوا لها يمكن شفتوه كلكم. هذا هو، زيدوا بس شوية. 20 عالما من طيبة، ارفعوا شوي، وهذا يشكر تيزار عليه، ارفعوا شوي على أعلى. هذه حقيقة الأسماء الموجودة. 20 عالم من 2%، توب 2% في الاستشهادات في قائمة ستانفورد، جامعة ستانفورد في أمريكا. فلما تكون أنت عندك 20 من حقيقة 2% من الباحثين، هذا رقم ترى ما هو سهل وصلوا لها أبناءنا وبناتنا. طبعا الحمد لله في دعم للبحث العلمي، يدعموا بدعم بشكل جيد لله الحمد. وهذه طبعا يعني مثل هذه الأمور تجعل الجامعة أيضا تزيد من بنيتها البحثية، تزيد أيضا كذلك من دعمها للباحثين. يوجد ويمكن حتى في البحث اليوم عندنا مبادرتين، مبادرة سميناها واعد، ومبادرة سميناها خبير. واعد لأعضاء التدريس الجدد اللي دوبهم وصلوا، نقول لهم تعالوا حندعمكم، فهذا برنامج لكم خاص سميناه واعد. وخبير للقدامى الموجودين أيضا ندعمهم، بحيث أنه يعني ناخذ مجموعة من الناس اللي فعلا يعني أبحاثهم تتواجد في مجلات علمية راقية ومرتفعة الإمباكت وتأثير المعامل حقها، وندعمهم بشكل أكبر بحيث أن يرفعوا السقف إن شاء الله تعالى بإذن الله. خلوني يعني بعد ما ذكرنا قبل شوي فيما يخص برامج الرؤية المختلفة، ماذا عملت جامعة طيب؟ في بعدها خلينا بس نشوف إذا كان في شيء. هذه طبعا هذه مشاريع الخطة الاستراتيجية للجامعة ماشيين فيها ولله الحمد، حاطين لها مؤشرات، حاطين لها أسهم بحيث أن نحققها سنويا. قد يكون في بعض المرات فيه يعني نزول في شيء، وقد يكون فيه ارتفاع في شيء، لكن على الأقل احنا عندنا خطة استراتيجية واضحة واضحة المعالم، عندها برامج، وهذه البرامج مقاسة ولها أيضا متابعة لكي يتم إنجازها. اللي بعده سمعت. طبعا أيضا التعليم الجامعي، إنتاج البحث العلمي وخدمة المجتمع، هذه إنجازات الجامعة. أروح اللي بعدها. هذا التعليم الجامعي. طبعا التعليم الجامعي لو تلاحظون طبعا الحمد لله الجامعة مشتركة في المركز يعني للتعليم الإلكتروني، وأخذت أيضا كذلك شهادة باعتماد من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والجامعة أخذت الرخصة للتعليم الإلكتروني ولله الحمد. استراتيجية التحول البرمجي عملت عليها، وهذه من أفضل حقيقة ما قدمته الجامعة. رواد الأعمال الداخليين والخارجيين في بعض المرات، ونأتي بهم محكمين في الأخير. والسنة هذه تقريبا 500 قدموا علينا. طبعا اللي حيفوز 5، 10 البقية حيكونوا أيضا ممكن يدخلون العام القادم ويفوزون. لكن أيضا هذه ال10 ممكن تكون لها منتجات، ولكن التحكيم أخذ ال5 الأوائل، وحنجيب لهم إن شاء الله تعالى محكمين كلهم خارجيين، كلهم مدراء تنفيذيين من الشركات وغيرها المعنية وفق التخصص الموجود. أيضا كذلك أسسنا حاضنة أعمال، وهذه أيضا مسجلة في منشآت ولله الحمد، وهي موجودة أيضا في الجامعة. مسابقة طيبة التذكر، هذه حقيقة نتشرف أنه بيرعاها ويشرف عليها سمو أمير المنطقة السنوية ولله الحمد. معامل بحوث الاستراتيجية، هذه إن شاء الله تعالى بإذن الله حنشتغل عليها وشغالين عليها حقيقة، لكن في القريب العاجل حيكون عندنا سنتر كبير لهذا الأمر. مبادرة التمويل المؤسسي أيضا في البرامج في البحوث بصفة العموم الآن معروفة لدى الهيئات والوزارات والقطاعات، عندها عقود جيدة ولله الحمد، ويدوبها ناشئة. ترى ما نشأت إلا قبل 3 سنوات أو 3 سنوات، منها 2 كورونا يعني وقفت كل شيء، يعني يقول 4 سنوات، فعمرها الحقيقة هي 2 الصحيح. لكن الحمد لله الآن واقفة على رجولها، عندها عقود جيدة، وهذه العقود ولله الحمد مشرفة، فيها
تقنية، فيها ابتكار، فيها منتج بإذن الله تعالى. وعندنا منتجات الجامعة اليوم حتسوقها بإذن الله تعالى. أنا أعتقد إن شاء الله تعالى يعني في يعني المؤتمر القريب التعليم حيكون عندنا منتجات حنسوقها للجامعات بملايين الريالات إن شاء الله تعالى بإذن الله. أيضا أحد البرامج الرائدة في الجامعة ونشرف بها، وهي على مستوى جامعات المملكة ولله الحمد، كلهم يشاركون فيها، لها آلية معينة ويفوز فيها عدد من ذا، يعني يتشرفوا باستلام جوائزهم من المنطقة. في عيادات طبية ومشاركات طبية. طبعا ترى أيضا لدى الجامعة 120 إلى 110 إلى 120 لدينا عيادة طب حق الأسنان موجودة ترى للجميع، مفتوحة، رجال ونساء، 50 تقريبا 50 في الرجال، 60 في الرجال و50 في النساء، فهذه موجودة تخدم الجميع الصحيح. توكل على الله. اللي بعدها هذا مشروع اعتماد البرامجية، هذا اللي قلنا عليها 22 تم اعتمادها، الجاري 10 ان شاء الله تعالى، وتكلمنا عنه بعد الاسبوع عشان ما نبغى نطول عليهم. هذه ان شاء الله تعالى في برامج اخرى ثانيه موجوده. كليه الطب حصلت على اعتماد البرامجي حقيقه كاملا لمده 7 سنوات ولله الحمد. وايضا هذه البرامج التي اخذت ايضا كذلك الاعتمادات كلها، هذه برامج ايضا بعضها برامج معتمده دوليا، هيئه التطوير او هيئه التعليم والتدريب، بل من دوليا. هذه بكالوريوس الهندسه الصناعيه، بكالوريوس الهندسه الكهربائيه، بكالوريوس الهندسه المدنيه، بكالوريوس هذه كلها من ابت اخذتها. وايضا كليه علوم الحاسب الثلاثه، بكالوريوس حاسب آلي، بكالوريوس نظم معلومات، بكالوريوس هندسه الحاسب، وهذه اخذتها من مجلس الاعتماد الامريكي للهندسه والتقنيه ابت ولله الحمد. وحيلحقها ايضا كذلك ان شاء الله تعالى عدد من البرامج. ما شاء الله. هذا طبعا يعني في برامج اخرى ثانيه جاء الاعتماد لها. هنا هذه استراتيجيه التحول البرامجي اللي حندخل عليها ان شاء الله تعالى باذن الله. استراتيجيه التحول البرامجي، وهذه نفخر فيها امانه بكل ما تعنيه، لان صبينا الجميع حقيقه يعني جهدنا بهذا الامر لكي يخرج برنامج جيد يتوائم مع برامج الرؤيه المختلفه. كلنا على حده. فحترون طبعا الهدف للاستراتيجيه التحول البرامجي خريج منافس، نقطة على آخر الصف، نضع لها جميع الإمكانات، جميع المنظمات، جميع المرتكزات التي تنجح هذا الأمر. اللي بعد لو سمحت. طبعا تطوير البرامج، نستحدث ونطور برامج أكاديمية تستهدف سوق العمل وفق المتطلبات المنطقة. لازم أشوف القيم النسبية والتنافسية في المنطقة، أدرسها جيد، ماذا لها، ماذا عليها، كم عدد الوظائف الموجودة من برامج الرؤية المختلفة اللي قلناها، كم لها في المدينة، أنا أستهدفها بشكل جيد وبشكل قوي. أيضا يعني جميع القطاعات الموجودة، المدن القريبة، المحافظات، كل هذه نعمل شراكات مهنية وتعليمية. الحمد لله الجامعة وقعت مع أكثر من شركة حتعطي الطالب بعد ما يتخرج شهادة بكالوريوس حياخذها، حياخذ شهادة مهنية بإذن الله تعالى، حياخذ أيضا إن شاء الله تعالى أيضا سجل مهاري معاه بإذن الله تعالى. هذه كلها تساعد على التوظيف بإذن الله تعالى. حنعمل له أيضا بعض الاختبارات المعيارية، حنضع بعض الاختبارات المعيارية المحلية في داخل الجامعة والخارجية، نختبر طالبنا وينه عن باقي يعني الطلاب في الجامعات الأخرى. أيضا كذلك خططنا يجب أن تتوافق مع الخطط التنموية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وإلا أنت حتكون بعيد كل البعد عن هذا الأمر. فلا شيء بس أخذ مرة. فهذه كلها حقيقة يعني أيضا برامجنا لازم تكون مرنة وجذابة، يعني أيضا كذلك في عملية العمل عندما تطبقها. هذا تطوير رأس المال البشري. طبعا الجامعة مهمتها تطوير رأس المال البشري، لأن في الأخير هي التي حقيقة مسؤولة عن رأس المال البشري. رأس المال البشري يطلع من الجامعات، يجب أن يكون مدرب، يجب أن يكون مؤهل، يجب أن يكون ممهن، يجب أن يكون يعرف مهارات هذه الوظيفة اللي حيروحها، يجب أن تكون عنده الصحيح. هذه حقيقة يجب، طبعا هذه نستند عليها ارتباط الاستراتيجية حقتها اللي هي تحول البرامج، يجب أن تكون
تكون مع محاور أساسية مع رؤية المملكة 2030 وهي تطوير رأس المباشر. هذا أحد أهداف الرؤية المباركة. يقول من أحد أهدافها 96 يقول لك تطوير رأس المباشر بما يتوائم مع احتياجات سوق العمل. ما عاد فيه إنك تطلع لوحدك، ما عاد فيه إنك تصف لوحدك وتطلع على كيفك، لا يجب أن تتوائم 100% مع موائم السوق. أيضا من الهائل أيضا كذلك إتاحة فرص العمل للجميع وبرامج تنمية القدرات البشرية. وش يقول طلع مواطن منافس. لازم أطلع هذا أحد أهداف برامج التنمية القدرات البشرية. يقول لك نبغى مواطن منافس. أنا كيف أطلع مواطن منافس إن لم يكن أطلع أيضا خريج منافس؟ لا يمكن، هي كلها مترتبة مع بعضها. أيضا هذه خريج منافس أنا أحتاج عدد حقيقة عشان أخليه هذا خريج منافس. يجب أن يعمل برامج أكاديمية مطورة تواكب احتياجات المجتمع والخطط التنموية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة لبناء رأس مال بشري منافس. طبعا إحنا حصلنا على جميع الخطط الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء من أولها لآخرها، وحطيناها في حقيبة سميناها حقيبة الخطة التحول البرامجي. ياخذها وارسلناها للكليات وارسلناها للاقسام. كل قسم خذ ما يريد. ليست كل حقيقة الخطة الاستراتيجية هي يعني ما يخص الهندسة غير اللي يخص الطب، اللي يخص ايضا كذلك الحاسب غير اللي يخص مثلا العلوم، ففيها تغيرات كثيرة. فنحتاج بمعنى آخر نحتاج برامج أكاديمية مطورة، نحتاج أيضا برامج أكاديمية مستحدثة، نحتاج أيضا كذلك التخصص الرئيس والآخر بحيث يكون عنده تخصصين، وهذا حنعمل عليه. الكلية التطبيقية حصلت الآن موجودة. المتطلبات العامة يجب أن ننظر فيها. منظومة التعليم الإلكتروني هنا حيعطيني منظومة، يعني هذه منظومة المرتكزات اللي أرتكز عليها هذه كلها عشان تخرج لي بعدين عندي حوكمها وعندي أيضا أنظمة ولوائح تشريعية. هذه كلها حقيقة مع بعضها البعض عشان أعمل لي برنامج جيد. هذا ترى كلها عشان أعمل برنامج. لسه البرنامج هذه أحد منظمات الخطة الاستراتيجية لتحول البرامج اللي بعد لو سمحت. هذه مستهدفاتنا. المستهدفات عند بناء البرنامج يتم ربط طبيعة البرنامج الأكاديمي باستعمال المذكورة. عندي مستهدفات لازم أوصلها. وهذه أيضا طبعا منها أهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 اللي هي حقت الخاصة بأهداف التنمية أو المستدامة ومقاصدها المختلفة. بعدين رؤية المملكة أحد أيضا المرتكزات والمستهدفات الموجودة والأهداف التفصيلية لرؤية المملكة. أيضا كذلك الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة والمملكة مسيرة النمو. المركز الوطني للتنافسية لازم أرجع له اللي قلنا عليه قبل شوي. أنا لازم أرجع له أشوف أنا وين. أيضا كذلك الهيئة العامة للإحصاء والتصنيف الأوسطي التصنيف الوطني للأنشطة الاتصالية. كل يوم هذا يطلع لك مؤشرات. لازم أرجع له أشوف إحنا وين عشان أطلع برنامج. ما يمكن كان ترى في القديم يجون 5 6 7 يمكن الأستاذ عبد الغني يعرف هذا الكلام، يعني عدد من أعضاء التدريس تعالوا والله نطور لنا برنامج يلا سووا فيها، يقعدون مع بعضهم كذا إلى أن خرج. وترى هذا اللي كان عندنا صحيح. اليوم لا، أنا حاط لك جادة مليها، عندي أمور معينة مر عليها واحدة الأخرى لن تستطيع. ترى هذه كل هذا كلام بعدين عملنا له جدول يبنى واحد ولا الآخر، لا يمكن يعد بثلاثة قبل اثنين أبدا. اللي بعدها لو سمحت. هذه الأطر النظامية. أنا طبعا عشان أبني برنامج يجب يكون عندي إطار نظامي. لازم هذا الإطار النظامي يؤطر جميع هذا البرنامج الموجود. منها حقيقة استراتيجية القطاع يتناسب مع طبيعة البرنامج. زي ما قلت لكم إذا كان هندسة أنا حروح على طول مباشرة من ندري اللي هي الصناعات مباشرة حروح له واشوف وش عندي وش كذا واخذ الاطار حقه واخذ البرامج واخذ مستهدفاته واخذ وظائفه كلها واعطيه. فبالتالي استراتيجيه القطاع يتناسب طبيعه البرنامج هذه لازم يظهرها وحطلبها ايضا من عميد الكليه ومطورين في القسم. اقول اعطوني اي استراتيجيه تحدونها. ايضا كذلك استراتيجيه التوطين السعودي، قراءه التوطين ادلتها، برامج التوطين بالمناطق. الآن ما في برامج توطين مختلفة، أنا لازم أقرأها، أنوّني عنها، فهذه يجب أني أشتغل عليها. استراتيجية وزارة التعليم
الان عندنا ايضا مسارات اكاديميه ثانويه، وايضا التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات. ابدا ما يتخرج واحد الا حتى في الان نحطه بالشهاده حقته انه وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات. طبعا هذه كلها وضعت لها تمييز معين. ليش؟ عشان الدوله غدا لما تاتي تبغى واحد خبير، انا ما احتاج اني اسوي خطاب للجامعات اقول يا جماعه ما عندكم خبير في الزلازل. انا محتاج هذا الكلام، اشوف التلميذ حقه واشوف التصنيف حقه واروح له، اجد احطه كذا اجد 50 60 70 100 مباشره، هذا في جامعه كذا وهذا في جامعه كذا فلان وهذا كذا كذا، في جميع الجامعات هذا موجود. وايضا الخطه الوطنيه للتوظيف في القطاعين العام والخاص، هذه ترجع له لانك انت اللي وظف، ترى ليس الحكومه بس، الان توظف القطاع الخاص هو اللي وظف. ايضا التصنيف السعودي المهني معتمد على التصنيف الدولي، وهذا اللي قلنا عليه تصنيف سعودي المهني معتمد على التصنيف الدولي. هذا التصنيف جميع المهن والناس على حسب تخصصاتهم مصنفين على هذا التصنيف. وهذا اليوم انتم تسمعون دائما في بعض المواقع المختلفه يروحوا خبراء ويروحوا كذا من بعض الدول من اماكن معينه في المملكه عشان يطلعون واحد، هم يبغونه مثلا بعد 5 ايام لازم يرسل لوزير التعليم، وزير التعليم يرسل للجامعات، الجامعات ترسل للكليات، الكليات ترسل للاقسام، منو عندكم التخصص، طب شوفوا لي هذا كذا، شوفوا لا يعني انا بسوي له ترميز عالمي، ترميز دولي، تصنيف وتصنيف دولي، من ضغطه زر حيعرفوا من هم اللي عندنا في مثلا في الاعلام، من هم عندنا في كذا، من هم عندنا كذا، فاصبحت الان تستطيع الدوله ان تعرف جميع هذه بنظام تصنيف. اللي بعد هذه اطر نظاميه احنا ناخذها في عمليه بناء البرنامج. ايضا كذلك اللي بعدها لو سمحت. ايش الممكنات طيب اللي تخليني كمان ايضا انا اعمل برنامج جديد بهذا الشيء؟ عندي ممكنات برامج تحقيق الرؤيه، وهذا التحديد يستهدف الرؤيه المرتبط بطبيعه البرنامج. انا عندي برنامج لابد اني اطلع كيف هذا البرنامج يرتبط ارتباط كلي ببرنامج تحقيق الرؤيه. ايضا كذلك الشراكات المهنيه والتعليميه مع الغير، وايضا الاطارات والبرامج الوطنيه اللي ذكرناها قبل شوي عشان نستوفي للطلبه جميع المهارات المحدده في الاطار اللي يبغونه. ايضا كذلك المرصد الوطني للعمل، وهذا حقيقه ترى زي ما قلت لكم قبل شوي، ترى هذا يعطيكم يعني مؤشر يومي، اخبار سريعه، ماذا تم، ماذا حصل، يعني وهو بعد ربط طبيعه البرنامج بالنشاط الاقتصادي يتم رصد بيانات سوق العمل. سوق العمل يعطيك اياه يوميا بالمرصد الوطني للعمل، وتقرير سوق العمل الصادر للمرصد الوطني للعمل. اللي بعده هذه مخرجات استراتيجيه التحول. يعني بعد ما عملنا هذا الكلام ده كله، طبعا هذا بس احنا ترى اختصرته، ولا في كلام يعني كثير فيما يخص لو بريكم برنامج واحد طلعناه حيوريك كذا، يمكن نمر عليه بعد شوي اذا الكليه التطبيقيه. طلعنا عدد من البرامج: دبلوم متوسط مهني امن السبراني، دبلوم متوسط مهني التجاره الالكترونيه والدعم اللوجستي، دبلوم متوسط مهني السلامه والصحه المهنيه، دبلوم متوسط مهني اداره السياحه والضيافه، لان السياحه والضيافه اخذنا من فين؟ ضيف الرحمن مباشره، مسبب هذا الاسم ويطلع لك بنفس التصنيف والمؤهلات الموجوده. ايضا كذلك دبلوم متوسط مهني اداره اعمال التامين، دبلوم متوسط مهني متطور الويب، هذه كلها خلصناها العام الماضي قبل العام الماضي، والسنه هذه ايضا في شيء جديد وقبلنا عليه. ايضا كذلك كليه العلوم 3 برامج: بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، بكالوريوس الامن السيبراني، بكالوريوس علم البيانات، هذه قبلنا عليها طلاب الان مباشره. بكالوريوس الهندسه الصناعيه في كليه الهندسه، برنامج هندسه الاتصالات، هندسه الطاقه، بكالوريوس الهندسه الكيميائيه. اليوم الدوله تتكلم عن الطاقه وعندك مناصب بدات تبنى، طيب وين الجامعات عنها؟ يجب ان تعمل لهم برنامج خاص فيها. عملنا لهم برنامج حقيقه فيها، وهذه برامج مفعله تم قبول الطلبه عليها الحمد لله. هذه برامج جاري اعتمادها وجاري تجهيز القبول عليها العام القادم ان شاء الله تعالى باذن الله. كليه التمريض، كليه التمريض حيكون قريب، يعني التمريض المسرع في بعض البرامج الموجوده في كليه الكليه الطبيه التطبيقيه، خاصه حق المختبرات عددهم كبير لانه كان هو الوحيد في الدوله، واصبح صعوبه ياخذون بعض يحصلون على وظائف، فقلنا ناخذهم هذول مؤهلين، اخذ السنه التحضيريه واخذ برامج كثيره طبيه. طيب انا اهلهم يكون في تمريض مسرع مدة 2 يخرجوا واقول له سنه، فهذا شغالين عليه، حنقبل عليه ان شاء الله تعالى يعني قريبا. بكالوريوس علاج امراض التخاطب والسمع، وهذا من كليه التاهيل الطبي، هذا بكالوريوس لضعاف السمع،
ان شاء الله تعالى باذن الله، مدربين طلعوا مدربين ويعلمونهم كيف التخاطب وكيف كذا مع ضعاف السمع. علما ايضا كذلك اعتقد انه موجود هنا اهو. عملنا سنه وهذا نفخر فيه حقيقه، يمكن جامعتين او ثلاث قاموا فيه، هو سنه تاهيل التعليم الجامعي للطلاب الصم وضعاف السمع. حناخذهم سنه تاهيليه، اللي يمشي لا نرفعه فوق لبعض التخصصات الموجوده سواء في الحاسبه او في غيرها لانه كان اول موضوعين فقط في الدراسات الاسلاميه، في اللغه العربيه في بعض المرات، غير كذا ما في. الان نحن نرفعهم سقفهم ان شاء الله تعالى باذن الله. اخذنا ايضا عندنا برنامج فيزياء وتكنولوجيا الطاقه ايضا كذلك، بكالوريوس جيولوجيا التحديد. الدوله الان مقبله على التحديد، ويمكن قبل فتره يمكن قبل 3 شهور او شهرين يعني اعلنوا عن عدد من المواقع في المدينه المنوره لبعض المعادن الموجوده. فان شاء الله تعالى هذا ايضا بكالوريوس ان شاء الله تعالى جيولوجيا التعدين حيكون احدها باذن الله تعالى. اللي بعد سمحت. حقيقه هذا فيما يخص البرامج الجديده والبرامج الرائده. اذا كان جامعه طيبه احمد التميز ان شاء الله تعالى، واحنا عملنا حقيقه كل سنه شعار للجامعه، شعارات. الان شعار سميناه نحو التميز باذن الله تعالى، وهو للتحول البرامجي هذا الامر واللي ساير. فبرامجنا حتتغير ان شاء الله خلال السنه هذه كامله. جميع برامجنا خلال العام الماضي وهذا السنه حتتغير توتالي باذن الله تعالى. مقبل ان شاء الله تعالى كليه العلوم عندها كما ذكرت تغيير كامل وشامل عن برامجها السابقه. كليه الاداب اليوم هي الاخرى حتغير برامجها ان شاء الله تعالى باذن الله بما يتوائم مع متطلبات وزاره الثقافه وايضا متطلبات وزاره الاعلام. ونعرف الثقافه عندها تقريبا 12 13 هيئه موجوده، هذه تحتاج فيها ايضا وظائف ولها خطط استراتيجيه. اللي بعد خلص ده. طيب اللي بعده ايش كان فيه؟ في مرفقات. لا اللي بعده لا فقط نهاية العام. لا في واحد ثاني طبعا. هذا جامعة الأرقام. لا خلاص هذه كلها قبل شوي. طبعا الطلاب ترى عددهم تقريبا 70,000، يعني 70,000 طالب وطالبة، يعني 60% طالبات و40% طلاب لله الحمد، ونشرف بهم جميعا حقيقة. اللي بعده هذا الطلاب المسجلين المسجلين وكلهم حضوريا، يعني كلهم حضوري، ما فيها لا عن بعد ولا كذا. العدد كبير بعد، يعني هذا العام قبلت الجامعة 14,000 طالب وطالبة. يعني ترى العدد ما هو قليل، وتعتبر يمكن يا الثانية يا الثالثة في عدد القبول في الجامعات. السعة المكان مساحة الجامعة في طريق الجامعة حنجي له بعدين اذا حبيتم. السعة ما عندنا مشكلة والحمد لله رب العالمين. ترى يعني اذا انت استغليت المواقع باستغلال امثل ترى مشكلة. هي مشكلة شكلها بعض المرات حقيقة. الجداول اللي تبنى في الأقسام وتبنى في الكليات للأسف بقول يعني، وأنا هذا يعني عادة يجار على الطالب شوي، ويكون عضو تدريس هو اللي يعني أبغى هنا وأبغى كذا وأبغى في اليوم الفلاني وكذا، وبالتالي تتعبى مثلا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ما يعني مثلا. يعني هذا اليوم بدينا نحط حقيقة برنامج خاص للجداول حنثبتها على جميع الأقسام. هذا هو يا تاخذ يا تيك يور ليفت ان شاء الله تعالى باذن الله. طيب في شيء ثاني؟ هنا بس روح شوي كذا قدام. روح شوي. اطلع. طيب خليني يعني ايضا كذلك انشر لكم خبر جميل اليوم. يمكن اليوم وقعت حقيقه في الجامعة مع شركة دلتا، وهو إنشاء المحطة الكهربائية في المدينة الطبية بإذن الله تعالى للمستشفى القادم بإذن الله. المستشفى كنا والله يعني المستشفى مر بفترات طويلة جدا، لكنها أنا أعتقد أن الآن قربنا من نهاية النفق كما يقال. واشتركت فيه الجامعة واشتركت فيه هيئة التطوير واشتركت في هيئة كفاءة الإنفاق، وحقيقة بلجان عليا يرأسها سمو الأمير كإشراف عام ويرأسها سمو النائب حولها، كلها عشان ننهض بهذا الأمر. الحمد لله وصلنا لمرحلة
وفي الأخير استجبنا لكامل متطلبات المقاول بإذن الله تعالى، ورفعت الآن لوزارة المالية إن شاء الله تعالى. حيجينا القرار إن شاء الله بإذن الله، وهيئة كباتن الإنفاق يعني متابعة لهذا الموضوع. إذا جاء الخطاب هذا الأخير واللي إن شاء الله تعالى يكون بوزيتيف بإذن الله تعالى، يعني بمعنى آخر إن شاء الله تعالى المستشفى حتنمو كذا، وأيضا وضعنا لها أيضا المبالغ المالية حتى لعملية الفرش وغيره بإذن الله. فنحن على مقربة إذا الله يسر ومشيت الأمور. يعني هي المفروض أنها قلنا أنها تنتهي بشهر نوفمبر الصحيح، لكنها تأخرت شهرين، ماكو مشكلة مع التأخير، لكنها إحنا وصلنا لنهاية المطاف، وحيرفع المحضر ووقع عليه سمو النائب ولله الحمد. إن شاء الله البشائر القادمة شرق المدينة بشائر قادمة بإذن الله تعالى. أيضا الكلية الطب الموجود أيضا كذلك كانت عند بن لادن جاء الآن عنده خطة جديدة، سلمناها الموقع من جديد، والآن حيتحرك بإذن الله تعالى. هناك تحرك كأن يعني بعض الشركات بدأت تتعافى، وهذا يعني شيء محبب ومطلوب لله الحمد. طبعا يعني ما ودي اني اشكو في كثير بعض من الامور المعينه. ودي اني ايضا كذلك اذا كان برنامج ودي اوريكم اياه على تطبيقي على يعني الخطه الاستراتيجيه لتحول البرامج، بس خايف اني ادوشكم كذا في امور علميه ما لكم فيها، لكن اذا حبيتوا نعرضه عرضنا. يعني هذا برنامج على الخطه الاستراتيجيه. ترى الخطه الاستراتيجيه اعطيناكم بس ملامحها الصحيح، لم نعطيكم اياها بالتفصيل. لعل ما سوف نعرض لكم لبرنامج واحد من البرامج اللي طبقه، خلينا نشوف اسمه لأن هو نفس المنوال لأكثر من برنامج. لعل إن شاء الله تعالى الآن يرفع لكم إن شاء الله تعالى بإذن الله. طبعا يعني القول بالقول، يعني جميع البرامج التي ناخذ لها مرتكزات قوية، ناخذ يعني محدداتها النظامية، ناخذ استراتيجية التعليم وهي الوزارة، استراتيجية التوظيف السعودي هذا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ناخذ الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين كما ذكرنا العام والخاص، التصنيف السعودي للمهن المعتمد على التصنيف الدولي، استراتيجية القطاع وهو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى المختلفة، استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة وهذه لها خطة استراتيجية متكاملة الصحيح، المرصد الوطني للعمل، استراتيجية القطاع اللي احنا رايحين له مستهدفينه، قرارات التوطين وأدلتها كما ذكرنا قبل قليل. هذه كلها حقيقة نأخذها في الحسبان في عملية البرنامج التي نعمل عليه. وأيضا بالنسبة خلينا بس أعطيكم معلومة أيضا كذلك، منظومة البحث العلمي وريادة الأعمال، الجامعة عملت مرتكزات يعني بناء هذه المنظومة، رؤية المملكة 2030، برنامج التحول الوطني، وزارة التعليم أيضا كذلك، الهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج تنمية القدرات البشرية. شوفوا بس فقط الهيئة العامة للاستثمار في عملية البحث والابتكار كم مبادرة عندها مبادرة استثمر في السعودية، عندها الصناعات الكيميائية، عندها الاتصال وتقنية المعلومات، عندها الطاقة والماء، عندها الصناعة والتصنيع، عندها المعادن والتعدين وغيرها. هذه كلها في مبادرات في الاستثمار، وبالتالي هذه فيها عدد من الوظائف القادمة التي كما ذكرنا قبل قليل فيها عدد كبير إن شاء الله تعالى بإذن الله. هذا برنامج الهندسة الكيميائية القادم إن شاء الله تعالى بإذن الله، طبقنا عليه نفس الآلية بإذن الله. حنشوف كيف طبقت هذه على هذا الأمر. خلصت؟ لا أرفع بسم الله. هاي واحد صفحة ثانية. يلا بسم الله. هذا معلومات عن البرنامج، تصميم البرنامج وفق مشروع التحول البرامج اللي قلنا عليه. ترى احنا بس فقط ذكرنا فيه قليل، لو وريتكم ايش مستهدفاته وش المهام حقته وش الخطه الاستراتيجيه هذه للتحول البرامج، مهامها بكل لجنه. عملنا لجنه اسمها لجنه القطاعات الواعده والوظائف المستقبليه، عشان فقط ترجع للمستهدفات الخاصه بالخطه الاستراتيجيه للمنظومة العمل والقطاعات الواعدة الموجودة. هذا برنامج
صمم برنامج وفق مشروع التحول البرامجي، المقررات المرجعيه، التحديات والتنظيم. اطلع. طبعا المده 5 سنوات بكالوريوس، اللغه حتكون لغه انجليزيه. هذا رساله البرنامج، هو قسم الهندسه الكيميائيه ان شاء الله تعالى في الهندسه، و يعني هذا قبلنا على طلاب الحمد لله رب العالمين. تفضل محمد. هذه الرساله حقته. اهداف البرنامج يعني تخريج كفاء مؤهلين بين يكونوا قيادات في العمليات الكيميائيه والصناعات الاخرى. هذا اهداف البرنامج كلها، يعني لاي عمل برنامج لازم يكون له اهداف. تفضل. تصميم برنامج وفق مشروع التحول البرامجي. هنا بيت التصميم. تفضل. لازم اشوف المستهدفات، لازم اشوف المحددات النظاميه، لازم اشوف الماكينات. تفضل. مرتكزات البناء، الاهداف التفصيليه لرؤيه المملكه، التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه، الميزه النسبيه والتنافسيه للمنطقه، اهداف ومقاصد التنميه المستدامه، المرصد الوطني للعمل، مبادرات برامج الرؤيه، اهداف الخطه الاستراتيجيه لجامعه طيبه. هذه كلها لازم نضعها في الحسبان واحنا نتكلم عن مرتكزات بناء البرنامج. تفضل. هذه الاهداف التفصيليه لرؤيه المملكه، التصنيف الوطني، طبعا المستهدفات، الاهداف التفصيليه لرؤيه المملكه العربيه السعوديه. اروح. هذه الاهداف التفصيليه لرؤيه المملكه المرتبطه بالهندسه الكيميائيه. عدد من الاهداف رسمتها الدوله ورسمتها القطاع الواحده. ترى هذه مو احنا رسمناها، هذه مرسومه، فانا لازم اقراها عشان انا افصل عليها. فبالتالي اذا جيت للهدف الاول، عندنا الحد من التلوث واختلاف انواعه، مرتبط مباشر ببرنامج التحول الوطني، شيء رفع نسبه المحتوى المحلي بقطاع النفط والغاز، مرتبط مباشر ببرنامج الصناعات الوطنيه والخدميه. يعني هذه البرامج اللي قلناها قبل شوي. هنا الهدف التفصيلي تطوير الصناعات المرتبطه بالنفط والغاز، ايضا كذلك الهدف الثالث، الهدف الرابع، كلها تعطيني في الاخير الهدف التفصيلي استقطاب المواهب العالميه المناسبه للفاعليه، مرتبط مباشر ببرنامج التحول الوطني. هذا ايضا كذلك وزاره التعليم ووزاره الموارد البشريه ووزاره التعليم كاهدافها، وايضا مرتبط كل البرامج مرتبطه هذه الهندسه الكيميائيه بهذه البرامج المختلفه. حنشوف كيف تروح شوي. التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه ما هي؟ هذا التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه، ترتبط جميع البرامج الاقتصاديه وفق للدليل التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه. وهذا ما احنا عملناه، هو موجود، بس انا لازم ارجع له عشان ابني صنع وصف النشاط، صنع المنتجات الغذائيه، صنع المنتجات الجلديه، صنع الورق والمنتجات، صنع فحم الكوب والمنتجات، صنع المواد الكيميائيه والمنتجات. هذه الصناعات القادمه، ترى هذه الصناعات القادمه في المملكه. صناعات المنتجات الصيدلانيه الاساسيه والمستحضرات الصيدليه، صنع منتجات المطاط والدائم، وصنع منتجات المعادن الفلزيه الاخرى. هذه كلها ارتباط في الهندسه الكيميائيه. روح اللي بعدها. هذه صنع الفلزات، نفس النظام، هذا ترتيب النشاط وهذا رقم النشاط، وهذا موجود في الخطط الاستراتيجيه حقتهم. صنع منتجات المعادن المشكله وتجميع المياه ومعالجتها، الصرف الصحي، انشطه النفايات وانشطه المعالجه وخدمات البحث العلمي والتطوير في المجال العلمي، الانشطه المهنيه والعلميه والتقنيه الاخرى الموجوده. تفضل. بعدين الميزه النسبيه والتنافسيه للمنطقه. ما هي الميزه النسبيه والتنافسيه للمنطقه التي تتوائم مع برنامج الهندسه الكيميائيه؟ هذه هي المجمعات الصناعيه الكبرى لمدينه ينبع الصناعيه التابعه للهيئه الملكيه والاحتياج الفعلي خريج القسم ضمن مشروع اماله ومشروع البحر الاحمر ومشروع اليوم. هذه النسبه النسبيه. الموقع جرائم ينبع الصناعيه ومشروع البحر الاحمر. ايضا المجمعات الصناعيه الكبرى بمدينه رابغ، ايضا رابغ الصناعيه. التنسيق والتعاون المتبادل بين القسم والصناعه في العديد من الانشطه مثل ورش العمل، الكورسات القصيره، المؤتمرات، الاشراف. يعني هذه من ضمن الاستشارات الصناعيه، خدمه المجتمع. تروح تفضل بعدين. ايضا كذلك هذا ميز عملوا ميز ايضا كذلك هذا البرنامج في ينبع، عملوا ميز ايضا لينبع نفسها. قالوا والله هذا فيها ترى 51 مرفق للصناعات الخفيفه والمساعده، 14 منشاه صناعيه اساسيه وثانويه، مختلف مراحل التشييد، 30 طلب صناعي للاستثمار في مجال الصناعات الاساسيه والثانويه الان موجود، يعني كذا. عندك 32 مرفق للصناعات ينبع، ايضا للصناعات الهيدروكربونيه والبتروكيماويه والمعدنيه، التوجه لانشاء مصنع متكامل لانتاج المواد البتروكيماويه ذات قيمه استضافه ومتطور بينبع الصناعي، هذا قادم. كل هذه حقيقه انفق المستثمرون في المجال الصناعي وحده قرابه 77 مليار في ينبع.
هذه كلها حقيقة تحتاج وظائف بهذه المبالغ الكبيرة. هذه الوظائف المحتملة: هندسة الثورة الصناعية الرابعة، الكتروميكانيكا، كهرباميكانيكا، قسم الأتمتة والتحكم، هندسة الإلكترونيات. هذه 70% من الوظائف المطلوبة هي تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة الحاسب. وبالتالي هنا أنا أروح لهذا التخصص وأقول هذا التخصص مناسب بإني أقوم عليه وأبدأ أشتغل عليه. اللي بعد المسرح أيضا ما زالت هذه ميزة نسبية تنافسية. عندهم صناعات جديدة مخطط إقامتها في 24، وكالمجتمع المتكامل لتحويل النفط الخام، كيماويات. هذه الأوتيك يسمونها، مشروع محطة تحلية ينبع واللي تبلغ سعة التصديرية 550,000 متر مربع مكعب بالاحرى. جاري العمل على محطة تحلية المرحلة الرابعة بالرايس وتبلغ سعتها 33,000 أو 330,000 تهيألي متر مكعب. أيضا كذلك ينبع صناعي أراضي مساحة 9 كيلو متر مربع. مشاريع الطاقة المتجددة القادمة، يعني هذه كلها موجودة. هذه يبغى لها وظائف، يبغى لها متخصصين. فهذا من ضمن شركة سابق، شركة الأسريج، شركة كهرباء الحياة الملكية، الطاقة الشمسية اللي تنبع صناعية حتعطينا 400 ميجا وات. الطاقة المتجددة، الوظائف المحتملة، هذه كلها وظائف. أليس هذا يحمل الجامعة أن تقوم ببرنامج نسميه الهندسة الكيميائية بينبع؟ فهذه يعني تحكم هنا، هل أنت تستمر قدام ولا تتأخر؟ اللي بعدها هذه الشراكات اللي حنعملها بهذا البرنامج. حنقوم مع ينبت، ايضا كذلك حنقوم مع الهيئه الملكيه، ينساب، ايضا كذلك سابق، مرافق، ياسرك، ارامكو السعوديه، والمعهد العالي للصناعات المطاطيه، وسامبس وغيرها. هذه كلها حنسوي عليها مع علاقات وشراكات لتدريب طلابنا ان شاء الله تعالى باذن الله على في هذه الشركات. اللي بعده اهداف ومقاصد المستدامه، هذه حاله الهيئه المتحده هذه، وطبعا لنا فيها عدد حقيقه من يعني التعليم الجيد، البيئه النظيفه، وهذه كلها مستهدفات الهيئه المتحده ايضا تحققها هذا البرنامج. يعني 17 حاجه فيها موجوده. هذه هو حط اهداف ومقاصد المستدامه. برنامج الهندسه الكيميائيه يساهم في تحقيق اهداف ومقاصد المستدامه: الصحه الجيده والرفاه، المياه النظيفه والنظافه الصحيه اللي قلنا عليها. اللي بعده ايضا نفس النظام روح وكهرباء، الصناعه والابتكار، بس اللي قبلها الصناعه والابتكار والهياكل الاساسيه، الانتاج والاستهلاك. ايضا هذه حقيقه يعني حنشتغل عليها وحيكون احد نماذج هذا البرنامج. اللي بعده المرصد الوطني للعمل. شو المرصد الوطني للعمل؟ ايش بيقول هنا؟ المرصد الوطني للعمل يقول حسب طلبات مشروع التحول البرامجي فقد تم رصد بيانات سوق العمل وفقا لاحدث تقرير صدر عام 2019. قالوا انه والله الاصدار النشاط الاقتصادي، نسبة التوطين، اجمالي المشتركين في 2019 الصناعات التحويلية نسبة التوطين 11.3%. يعني الصناعات التحويلية نسبة التوطين فيها 11.3%. معنى آخر أنا عندي ما زال فرصة كبيرة بأن خريجيني يتواجدون في هذا المكان. أيضا كذلك إجمالي المشتركين على رأس العمل، جبنا إحصائياتهم. هو يعطينا إحصائيات، هذا المرصد الوطني يعطينا الإحصائيات، يعطينا إحصائيات كم موجود وكم إجمالي الذكور كم هذا الظاهر 193,300 إناث 53,605 إجمالي كذا. هذا التعليم، هذا كذا، التعدين واستغلال المحاجر، التعدين، وهذه نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للسعودية وهي 6 و7%. الصناعة التحويلية بس ما تستفسر عنها. كيف؟ الصناعة التحويلية نبغى نستوعبها. هي الصناعة التحويلية هي البتروكيماويات الموجودة، تحول لك الغاز إلى كذا، تحول لك إلى منتجات. البترول عندك نفط، قديش تطلع منه؟ أيوة هذه كلها. الأنشطة المهنية والعلمية والعملية والتقنية 2-3%. هذه كلها يوريك إنه والله ترى فيه فرص جيدة. المرصد الوطني يقول لك هذا الكلام. الآن أي منتج، أي صانع لازم يرجع لهذه الأعداد وهذه القيم وهذه الإحصاءات عشان يوريه وين الاحتياج. معنى آخر أنت لما تسوي لك شيء بكرة تنهار على الأقل يباع. فهذه كلها يعني اللي بعد بس أنا بطول الإخوان كثير. مبادرات برامج الرؤية، هذه برامج الرؤية تقول لي ترى والله برامج الاستراتيجية الوطنية للزيت السائل وبرنامج الاستثمار، وهذا يمشي ايضا كذلك مع برنامج الهندسه الكيميائيه. البيئه التحتيه الكيميائيه المتخصصه ايضا هذا يتوائم.
المشروع الرئيسي لتنمية المقتريات المستقبلية، هذا يتوائم تشجيع التوسع في إنتاج المركبات غير العضوية وتطوير مصهر المعادن النحاس والزنك وتوطين ونقل تقنية النفط والغاز وبرنامج تطوير التكاملات الصناعية في مدينة ينبع. هذه كلها يجعل أيضا برنامجي ما زال مطلوب، وبالتالي أنا يعني أعمل عليه إن شاء الله تعالى بإذن الله. أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة طيبة أيضا كذلك هي أيضا لازم تتضامن معها التميز في التعليم والتعلم، توفير برامج دراسية مطورة وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، فلازم يكون برنامجي متوافق مع متطلبات الرؤية الموجودة، تطوير البحث العلمي والدراسات، الهدف 6 هو تطوير البنية التحتية تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا في التخصص هذا، برنامج شراكة حقيقية مع المجتمع، استجابة فعلية لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، أيضا الارتقاء بمكان تصنيف الجامعة محليا واقليميا وعالميا، وهذا الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي من الهيئات المحلية والعالمية يجعل أيضا كذلك الجامعة في ارتفاع. اللي بعده طبعا ما ابغى يعني اعطيكم عدد كبير حقيقه منها، بس نمشي عليها شوي. و ملتزمات بناء البرنامج وهي هذه هي المستهدفات والمحددات الممكنه اللي بعدها. يعني المحددات النظاميه عشان يكون عندي برنامجي نظامي لابد ان اشوف استراتيجيه القطاع، استراتيجيه الطريق السعودي، قرارات التوطين وادلتها، استراتيجيه توزيع التعليم، مسارات الثانويه المعتمده، استراتيجيه الثروه الصناعيه، هذه كلها اضعها في الحسبان وانا امشي اعمل على هذا البرنامج لانها محددات نظاميه. هذه كلها عدد لو باخذ استراتيجيه القطاع حيعطيني القطاع وش اللي عنده، حيعطيني الاستراتيجيه الصناعه الوطنيه. يعني هذا البرنامج اللي في الاخير المملكه والسعوديه تصنع، هذا برنامج كبير واعد. حتكون عندك برامج خاصه للمركبات، للطائرات، للادويه، لصناعه الادويه بكاملها، وهذه حتشوفونها قريبا باذن الله تعالى. يعني انا كل هذا الكلام اللي بجيبه وأورده هنا عشان اقول للناس واقول للجامعه ويقول لي القسم ويقول لي عميد الكليه، ترى يا رئيس الجامعه يا لجنه عليا للاشراف على التحول البرامجي على الخطه الاستراتيجيه، ترى برنامجي واعد، شوفوا هذه المحددات كلها اللي حطيناها لكم والصور الموجوده فيها، بل نذكر عدد الوظائف الموجوده فيها حقيقه عشان نقول هذا برنامج واعد. وهذا ما تعمل حقيقه الجامعه الطيبه لجميع برامجها الموجوده. اللي بعده هذه استراتيجيه التوظيف السعودي، تجيبها هذه استراتيجيه التوظيف، ترى هذا كلام محقق، هذا استراتيجيه التوظيف هي بتقول كذا، لكن انا بجيبها استحضرها لانها فعلا الان عملنا ايضا كذلك تشجيع توسع في انشاء مكاتب وتشجيع ارشاد طلاب الجامعه، وهذا عملناه الحمد لله رب العالمين. عندنا انشاء مهني وعندنا انشاء حتى هدف الان موجوده في الجامعه لله الحمد، التنسيق بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، توفير معلومات سوق العمل للطلاب، تفعيل دور المرشد الطلاب، التنظيم، يعني كلها هذه آلية تنفيذ مقترحة لهذه السياسات الموجودة. تفضل. نفس النظام، يعني الموضوع يعني ترى يعني كل واحدة ترى فيها إذا بس أنا ما يعني أطول عليكم حقيقة الليل 10:30 الآن، كثرت الكلام اليوم. استفدنا كثير. الله يجزاك خير. يعني هذه المسارات الثانوية العامة اللي تمت الإشارة في الوزارة، وأيضا في مسار علمها، مسار علوم الحاسب ومسار علوم، فأنا هذا أربطه وأقول هذا يربط في كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب مباشرة وآخذه مباشرة. مسار إدارة الأعمال حيروح إدارة الأعمال بإذن الله تعالى. المسار الإنساني يأخذ برامج معينة، وبالتالي حيعطيه سوق العمل أو التعليم العالي برامج دبلوم أو بكالوريوس أو شهادات مهنية سوق العمل يحتاجها. هذه كلها لازم أنا أضعها في الحسبان وأنا أعمل وأنشئ برنامج يدرس الطلاب 4 سنوات أو 5 سنوات عشان في الأخير يحصل على درجة البكالوريوس. اللي بعدها هذا التصنيف السعودي الموحد، هذا لابد أن يكون في البرنامج. المجال الواسع، الهندسة والتصنيع والبناء، المجال الطيب، الهندسة والحركة الهندسية، 771، هذه كلها مؤشرات دولية، تصنيف دولي، وهذا تصنيف سعودي. وبالتالي في المملكة كما ذكرت المتخصص حيعطونه على طول مباشرة لأنه موجود هذا الرقم حقه. لما أقول 071 حيعرفون إنه هذا بالهندسة والحركة الهندسية مباشرة. لما أجي بعدين في الأخير وأقول المجال التفصيلي هو هندسة ومعالجات الكيميائية 0711، هذا 07، هذا 071، هذا 0711، فأصبح هذا المجال التفصيلي، وهذا يندرج تحتها الهندسة الكيميائية فيكون 0711 01،
وهذا 02 الان تعطيت الهندسه الكيميائيه، وهذا هندسه 0711 وهذا مجالها 04. هذه كلها مقيده، هذه مو اللي عملها، هذه موجوده في التصنيف السعودي الموحد للتخصصات العلميه. كل جامعه متخصصين موجودين تحت هذا التلميذ وتحت هذا التصنيف. اللي بعده برضو نفس الكلام. هذا يعني تعريف هذا التخصص، يعني ما نبغى نشوف الكلام بالتخصص الدقيق في الهندسه الكيميائيه. هذا الهندسه الكيميائيه اللي هو، لكن في هندسه البتروكيماويات، الصناعه البتروليه، الصناعات الكيميائيه والبتروليه، صناعه المواد، هندسه البيولوجيات، ظواهر الاتكال. يعني هذه كلها تخصصات تخصصيه داخل البرنامج هذا الموجود. تفضل بعده. والله استراتيجيه الثوره الصناعيه الرابعه ترى طيبه، نعطيكم عنها شويه. هذه ايضا كذلك، هذه استراتيجيه الثوره الصناعيه. طبيعه البرنامج ترتبط بطبيعه الثوره الصناعيه الرابعه التي حددتها الاستراتيجيه، وقالت انه التقنيات، البيانات والقدره الحاسبيه والاتصال بالشبكات والبيانات الضخمه، انترنت الاشياء والحوسبه السحابيه، هذه هي اللي عملتها حقيقه الثوره الصناعيه. نقول القطاعات المرتبطه فيها، التطبيقات الصناعيه لانترنت الاشياء، تطبيقات البنى التحتيه لانترنت الاشياء، طبعا هنا الوظائف المتوفره، تصنيع وتشمل الطاقه والبيئه. هذه كلها واعده في قادم الايام ان شاء الله تعالى باذن الله. اللي بعده يعني هذه سياسات التعليم وما الابداع، الابتكار والابداع. والان الابتكار والابداع الحمد لله اصبح، يمكن هذه الكلمه الابتكار والابداع ما كنا نعرفها ترى، يعني الا تو، يعني والابتكار ورياده الاعمال ايضا كذلك. والحمد لله يعني جامعه طيبه يمكن من الجامعات القلائل التي اعطت رياده الاعمال قدره جيده واهتمام جيد. اليوم في تقريبا الجامعه انشات 32 شركه رياده اعمال صغيره موجوده في اسواق، ولها وتاخذ عقود وتاخذ كذا، تكبر مع الزمن ان شاء الله تعالى. ما شاء الله. اللي بعدها هذا برنامج وزاره المدنيه لتنظيم المناطق. هذه هم حاطين المهن المخصصه للمنطقه المعتمده بلجنه تطبيق المنطقه مهندس كيميائي، هذه هي الموجوده في المنطقه، مهندس كيميائي، مهندس استخراج نفط وغاز، مهندس صحه السلامه. هذه كلها مسميات تحتاجها ينبع، تحتاجها كذا، كمسميات موجوده. فهذه عدد الوظائف المعتمده تقريبا 17 مهنه يمكن للخريج ان يعمل بها. تروح اللي بعدها. هذا التصنيف السعودي للمهن، هذا ايضا تصنيف سعودي، رمز المهنه 21 45 01. هذا مهندس كيمياء، مهندس معالج كيمياء كذا، هذا رقم، وهذه الصناعات التي يمكن يمشي عليها. فاصبح الان لكل خريج وكل متخصص له رقم، تصنيف مؤهلات، تصنيف رقم مهني خاص فيه عشان يكون معروف. الان الدوله اذا ارادت واحد في مهندس كيميائي عام حتجيب هذا الرقم، تدق هذا الرقم حيطلع لك كل ما موجودين في السعوديه من اول لاخر. فهذه حقيقه يعني ايضا الصناعات العسكريه والى ذلك. اللي بعده هذه مرتكزات، هذه الماكينات، يعني هذه ذكرناها قبل شوي، هذه الماكينات الموجوده، برنامج تحقيق الرؤيه، هذا برنامج تحقيق الرؤيه الموجود، هذا 13 برنامج الموجود اللي ذكرناها لكم اول. ايش رايكم نقف هنا؟ موجود هذا العرض على موقع الجامعه؟ موجود، ما هو البرنامج كله، لأن طبعا تعرف التحول البرامجي هذا خاص في الجامعه، وبالتالي يعني في خصوصيه له. لكن هذا موجود معظم الكلام هذا موجود في البرامج الاخرى حق الدوله. ايش يعني اسمحوا لي، لان حقيقه العرض طويل يمكن شوي متعب، لكن حاولنا اليوم نضعكم بين الوطن والمدينه والجامعه عشان ايضا كذلك نكون يعني على كثب بما يتم في المدينه المنوره خاصه والجامعه خصوصا.